أغلب الناس تنتظر بداية السنة الجديدة حتى تبدأ تتغير، يشتري دفتر جديد، يحط أهداف، يسوي جدول، بس بعد أسبوع يرجع مثل ما كان أو ممكن أسوأ. ما سألت نفسك ليش؟ لأن التغيير ما يبدأ من التاريخ، التغيير يبدأ من الداخل. السلام عليكم، أنا مرتضى وهاي قناة يلا نتعافى. الموضوع اليوم اللي راح نتعافى من عنده هو التغيير الحقيقي. هل فعلا التغيير الحقيقي يحتاج إلى بداية سنة أو بداية شهر جديد حتى نتغير؟ الجواب تكلم عنه الله بكل بساطة ووضوح. بسم الله الرحمن الرحيم، حيث قال: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله العلي العظيم. يعني التغيير يبدأ من الداخل إلى الخارج. أغلب الناس ينتظر بداية السنة الجديدة أو بداية الشهر حتى يحدث التغيير، وهذا الشيء جدا خاطئ، لأن مثل ما قلت لك لازم تغير ما بداخلك وما بنفسك حتى توصل للتغيير الحقيقي. أتمنى أن ننال إعجابكم هذا الفيديو البسيط والكلمات البسيطة. أتمنى مشاركة الفيديو، وأتمنى لايك للفيديو وتعليق جميل مثلك. انتظرونا بالفيديوهات القادمة، إن شاء الله راح تلاقون فيديوهات أطول وأحسن بإذن الله تعالى. كان وياكم أخوكم مرتضى من قناة يلا نتعافى.